لو في مدينة اسمها مرتبط بالنبيت في العالم فهي بوردو، عاصمة الذوق والتاريخ وأشهر كروم العنب في فرنسا. بوردو مدينة تمشي فيها بين التاريخ والنبيذ. هنا الشوارع أنيقة جدا، النهر شاهد على العصور، والنبيت مش مجرد مشروب، ده هوية مدينة كاملة. وهم يا جماعة، وهم دلوقتي. أصل صناعة النبيت كانت في مصر القديمة، كانوا بيستخدموها في أشياء جنائزية كمان، وكانوا بيستخدموها في حاجات كتير، لكن من أصول الصناعة كانت في مصر. من آلاف السنين المصريين القدماء كانوا من أوائل الشعوب اللي عرفوا صناعة النبيت. على جدران المعابد والمقابر بنشوف مشاهد عصر العنب وتخميره، ونكتشف إن النبيت في مصر القديمة كان مش بس مشروب، لكنه كان طقس ديني وفن وحياة. قبل بوردو بآلاف السنين المصريين القدماء صنعوا النبيت وحولوه من عنب لنقش خالد على جدران التاريخ. طبعا العرض المتحفي في متحف النبيت في مدينة النبيت في بورتو في فرنسا خير دليل على تنظيم منمق جدا، وكل حاجة موجودة بنظام عرض متحفي يعني روعة. هنا تلاقي صالات كتير للعرض المتحفي بنظام تكنولوجي هايل جدا. آه، بيشرح لك مراحل تطور صناعة النبيت من A to Z. طبعا تقنية العرض على شاشات عملاقة بتغطي المتحف بأكمله، في أكتر من نظام طريقة عرض الحقيقة، وفي نظام ال 3D ونظام النقش على الجدران، يعني كل حاجة متوفرة. النبيت مش بس عنب اتخمر، دي حكاية بدأت من مصر القديمة وكملت رحلتها لحد بوردو، ومش بوردو بس، في كل حتة من أنحاء العالم. كاس واحد وتاريخ آلاف السنين. دي صناعة بدأت من الصفر وبدأت تتطور لحد ما بقت صناعة حقيقية. أي صناعة بتبدأ بفكرة بتتحول لحقيقة على أرض الواقع. قيس على كده كل الصناعات اللي موجودة في العالم، منها صناعة النبيت.